تحية للدولة المغربية وتحية لفوزي القجع. إلغاء كأس إفريقيا للسيدات، إلغاء كأس إفريقيا. بغا شوف ما تجيش تنظم له حاجة واحدة. وثاني حاجة موتسيبي ساعته قربت وكاينة بزاف مفاجآت راهم جايين إن شاء الله في قريب العاجل، وغادي تكون واحد البومبا غادي تطردك في هذيك لاكاف، غادي تطردك فوزي القجع في هذيك اللاكاف غادي يلونوه. إلغاء كأس إفريقيا للسيدات وجنوب أفريقيا هي المعوض، والخبر غادي يخرج في هاد اليومين 3 أيام، فغدوة ممكن تسمعوه، غدوة يومين، هاد النهارات هادو تسمعوه. إلغاء ديالها رسميا، لانه الناس هادو ماشي مربيين. الناس هادو جاو وتخيل داو 200 مليون دولار من المغرب وعطاو عقوبه 400 مليون يخلصها المغرب. اروح انت ودخلها في راسك. هذيك الحكايه اللي حكيت لكم البارح وهذيك الواقع فري، يعني تجي اليوم وتدي 200 مليون دولار وتدخل الميزانيه قداش وتجي وتمشي لجنه الانضباط وتعطيني 400 مليون. علاش؟ اللي راه ماسور دوبال ماشي تابعين للمغرب، اللي لعابه اللي كانوا في الفار ماشي تابعين للمغرب، هذوك سينيغاليين، تعطي هاد العقوبات وكذا منا. حريق هائل في مقر الكاف. حريق هائل في مقر الكاف بالرباط يلتهم اليابس ويلتهم الماء. حريق هائل وبفعل فاعل كما يقول البعض، وحريق هائل بدون فعل فاعل وبدون تدخل كما أيضا يقول البعض. هو إيه اللي حصل وإيه التفاصيل وإيه المفاجآت اللي من العيار الثقيل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة وتفاصيل كتيرة جديدة مهمة وخطيرة ومثيرة جدا 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 يا صديقي الحبيب. في البداية نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد وأعظم وأشرف خلقك المرسلين سيدنا محمد، حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ هو إيه الموضوع بالضبط؟ النهاردة يا أستاذي الفاضل بنتفاجأ جميعا بقرارات غريبة عنترية عجيبة للغاية. قرارات غريبة جدا وعجيبة جدا، وهقول لك على الحادثة اللي حصلت والحريق اللي حصل وتفاصيله بالفيديو بالصوت وكل حاجة بالصوت والصورة معنا. لا تقلق لا تقلق، ولكن اعمل لايك واشترك معنا في القناة. المهم عشان خاطر برضو اخواتنا وحبايبنا يعرفوا مجموعة من الأخبار قبل الانفراد بتاعنا. النهاردة بنتفاجأ جميعا في صباح اليوم أن باتريس موتسيبي يعني وزيد السيباري تعطيه عقوبه 100 مليون، وعلى كان يعني راه ما يمكنش، كاين شي حوايج تما ما يمكنش. بصح برافو للدوله المغربيه، صافي ربي هاد افريقيا، ربيهم الملاعب هادو يلعبوا فيهم. الحمد لله قبيله طنجه كتلعبها في ملعب الكبير ما شاء الله، يلعبوا فيهم الدوريات المغربيه، ولا كان شي كاس العالم للانديه، كاين كاس العرب، كاين كاس العالم، كاين بزاف الحوايج ما يتلعب فيهم. خليهم يلعبوا في اثيوبيا. هذا شو كاس افريقيا قال لك في اثيوبيا 2028. تخيل كاس افريقيا تلعب في هذه الملاعب اللي راح نحطهم لكم هنا. كاس افريقيا في اثيوبيا 2028، روح انت وفهم. وهي اثيوبيا ما عندهاش ملعب تلعب في المغرب. هنا خليهم هكذا يطيحوا في المنداف. فوزي القجع اضرب ورانا معاك، انا ما نكذبش عليك، وهدم هذيك لاكاف كامله وفركتها. الا كانت شي حاجه عطيها للفيفا، الفيفا غادي تفركتهم، لانهم ناس هذوك. وسيموتسيبي هذا ناس اغبياء، ناس ديال حوايجهم ديال صالحتهم. الناس هذو داروا بروباغندا قداش في المغرب. وسيموتسيبي يشوف البروباغندا ويشوف في كل شيء، وفي الاخير يجي رواح ديه اللوطيل قدو قداش في طنجه ووكله وشربه وتبرع له، وفي التالي يجي يدير لك الهستيريا باش يدير لقب. يعني مليون فصاعدا. هذا هو الوجه اللي غادي تشوفوا ديال المغرب، سيرتو في كره القدم. ما كانش كره القدم ما تستقبلهم والو، ما لانه غير المخاسر. انت تجيب كاس افريقيا للسيدات، شحال تخسر معاهم في كاس افريقيا للسيدات؟ تخسر معاهم، ما تربح معاهم والو. تجيب لهم كاس افريقيا كنت ديباني فيهم منا من الناس هادو. اخويا راه ماشي ديال الديباناج. كرة القدم ديال الصالات يلعب دوريات ويمشي يلعب كاس افريقيا ويجي يروح عادي. كاس افريقيا ديرها له ديال الصالات ديرها فين ما. شوف المغرب طلع المستوى، دار لهم كاس افريقيا ديال السيدات رجال، دار لهم ديال الصالات، دار لهم كاس افريقيا ديال الصالات السيدات، دار لهم كاس هو المغرب هو اللي دارها، والقجع هو اللي دارها، فوزي القجع هو اللي دار هذا الشيء هذا. لانه افريقيا ما كانش عندها هذا الشيء، ما عندها والو، ما عندهاش حتى هاد الحوايج هادو لي فوتسال وتخرج ما يساوهمش. وطلع النيفو، دار كاس افريقيا للسيدات، عنده كاس العالم الاوديسات سيدات، عندك 5 ديال المرات. واش دير انا بكاس افريقيا ديال السيدات؟ ديها عندك اخويا، ديها عندك. انا عندي منتخب قوي، نجي نلعب عندك ونربح ونطلع نتكلف في كاس العالم. من الاخر انا ما تجي عندي ما نجي عندك.
انا عجبتني في هذا القرار، وكاين قرارات اخرين جايين في الطريق، وكاين ندوه صحفيه ديال فوزي القجع اللي غادي تكون مزلزله لافريقيا، وغادي تعرفوا بزاف الحوايج، وغادي تعرفوا بزاف، لانه شوف راه قال لك الناس صحاب العمل راه ساكت وما دارش بلاغات وما مازال غادي تشوفوا بزاف الحوايج. كاين استمرار ديال ممكن ديال وليد الركراكي مازال ما عرفناش، ولكن الاخبار اللي جايه هذه بعدا ديال السيدات، هذه ديال الندوه الصحفيه اللي غتكون ديال الركراكي عما ديال القجع عما قريب، وغادي تسمعوا حوايج غادي نتوما راسكم غادي يدوخ، غتسمعوا حوايج غادي يدوخ راسكم. موتسيبي طيح راسو في فخ وطيح راسو في واحد المنداف، غادي يديروا له سرتاح، غادي يديروا له سرحه، حميد سرحه، هذيك التقله ديال حميد سرحه. الفيفا ما معهاش اللعب، الفيفا ما معهاش اللعب، وهذا الشيء اللي سيساه موتسيبي وسيسوها، وهاد الكره اللي سيسوها. تخيل الانسان يدير فيك بليزير، يدير لك كاس افريقيا عالميه في ملاعب عالميه، وتولي نتايا تجهل. وها انت تشوف ها كاس افريقيا فين راهم دايرينها 28 فين ملاعب مهتريه مازال ما كايناش كاع اصلا، ما كاينش حتى خصك تعرف عام ونص ولا شحال بقى الكاس افريقيا ديال 28، ما بقالكش حتى عامين، عام ونص ولا يعني عام ونص ولا عامين غدير فيها انت، تبني فيها 9 ديال الملاعب، وتبني فيها جنوب افريقيا بوحدها وما قدرتش تنظم بوحدها. قالت لك بغات تنظم مع الموزمبيق وبوتسوانا ولا مع شكون داخل معاه، يعني كاع هاد الفضيحه هذه. وشو ما قدروش ينظموا لا كوب دافريك بوحدهم، والمغرب نظم لهم لا كوب دافريك في 9 ديال الملاعب، طلع لهم لبرا. مي الناس هادو ناس غبياء، الناس هادو ديال المصالح اخويا، حتى انت دير معاهم مصلحه. انا ما ننظم لكمش، ما نجيب مقابلات عندي، عاد ديروا ماتشاتكم ونمشي نلعب عندكم. عندي منتخب قوي، نرفد اللعابه ونمشي نلعب تما. نهار يجي لا كوب دافريك الجايه ديال 2027 نشد الوداد والرجاء والجيش، ونشد الفراقي الكبار، ونجمع لهم المنتخب ديال المحليين ونمشي نشارك باش نوض معاهم الصباط والبونيه. اليوم شفنا المقابله ديال الوداد لعبه في لعبه في الملعب ديال مازيمبي، الحكم تكرفس عليهم ديال الصح، حكم ديال تكرفس على الوداد اليوم. علاش؟ لانه راكم تعرفوا دوك الناس، دوك اللعابه ديال المغرب خصهم يكونوا قافزين. انا والله القسم نضربوا في الماتش ولا نسحب. علاش تكرفس عليه؟ علاش؟ وفين راه الكابيتان ديكيب؟ تخيلوا حكم يعطي صفرة الحارس، وموراها واحد شويه يجبرها بانه عنده صفرة باش يخرجوا بالحمراء، يقول لهم لا عطاها المدافع. واش هذه تخيلتوها ولا ما تخيلوهاش؟ تخيلوها هذه في الراس ديالكم. انا قبيله شفتها المقابله ديال الوداد، واخا الوداد كانت يعني الملعب شويه الملعب طايب، وفي ذاك الملعب كانوا لاعبين فيه وهذيك كوره ولكن الحكم زاد ساعد الفرقه ديال مينيما باش ربحت الوداد. هذه حقيقه وواقع. يعني الانسان دروك الانسان خصو يزير راسو معاهم صافي من الاخر. الناس هادو ناس فاسدين، الناس هادو ديال الرشوه، الناس هادو يبغيو الفساد ويبغيو الوسخ، الناس يبغيو الضفادع ويبغيو هذاك الشيء. خليهم في الضفادع ديالهم صافي. انت غتلعب عندك كاس العالم 2030 مستوى عالي، وغادي تكون كاس العالم 2030 ب 64 منتخب، غادي تكون 16 مجموعه. تخيل 16 مجموعه، الا استقبلت غير 8 ديال المجموعات الله يخلف ويجعل البركه، ولا 7 ديال المجموعات، يكون عندك 7 ديال المجموعات صحاح، الله يخلف ويجعل البركه سيدي. نديرو جوج مجموعات للبرتغال، والاخرى تقسم ما بين المغرب والاخر، ما بين المغرب واسبانيا. اش سيدي انا واش ندير انا بهاد المصيبه ديالهم؟ خليهم في العفن وخليهم في الوسخ، لانه من غادي يكون عندك لا كوب دو موند غادي يكون عندك مستوى عالي، مستوى راقي ومستوى عالي، وصحفيين عالميين ما عندهمش هذيك مؤامره كولاسه حاقرنا راه يديرنا. لانهم هاد القبيله اللي حنا عايشين فيها، وهاد افريقيا اللي عايشين فيها، وهاد صحافات الزيكو وهادو يبغيو هادشي ديال الكولاسه. مصر قالت لك داخله حتى هي في لا كوب دافريك ديال الدومين. مصر ما عندهاش ملعب، عندها ملعب القاهره. خليها دير لك لا كوب دافريك 2032 ولا 2036، الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم، الله يغرقهم من الاخر، الله يغرقهم. هذا الشيء اللي كاين. انا نتمنى فوزي القجع يربيهم مليح، وهذوك وكما قال الاخر المغرب راه مستوى عالي، وان شاء الله لا كوب دو موند هذه يربحها. وإلا ربح هاد لا كوب دو موند هذه إلا ربح لا كوب دو موند هذه ان شاء الله في امريكا سلام معاها. افريقيا هذه قول لهم هذوك الكيسان اللي ديتوهم 200 عام ما توصلوش الكاس واحد ديال كاس العالم. شتي يجمعوا مصر بنفسها دي 200 كاس، 200 كاس تديها افريقيا، ما توصلش كاس واحد ديال كاس العالم. هذه من الاخر. يهضر معاك شي واحد تقول له نهار تجيب كاس العالم روح هضر مع سيادك. هذه من الاخر. وانا راني متيقن ان شاء الله باذن الله في لافينال ديال كاس العالم. مي بنادم خاصو يكون انتيليجو. انا عجبني في هذا ردة الفعل. صافي اخويا ديها لجنوب افريقيا،
صافي بغاو ينظموها راه قالت لك بغات تنظمها ولا ما نعرف، وانا كان عندنا كنا قلناها صافي رسميا هذه غدوه يعلنوا عليها في لاكاف، اخبار تقول وترجح بلا غدوه غير غدوه يعلنوا عليها في لاكاف بلا تغيير المكان ديالها لجنوب افريقيا، صح سهلات الحفل. انا ما نظم لك. رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن الحرب على المغرب بطريقة مباشرة، بدون حتى التفاهم، بدون قبول وساطة، بدون أي شيء، بدون أي معنى، بدون أي فهم، بدون أي مبرر. باتريس موتسيبي يحارب المغرب بدون أي سبب واضح ملموس. باتريس موتسيبي يحارب المغرب بدون أي سبب واضح ملموس ممسوك في اليد. باتريس موتسيبي بيعلن حربا صريحة مباشرة على المغرب بدون أي تفسير لما يريد أن يفعل في المغرب. الإنسان اللي بيفهم هيقول لباتريس موتسيبي ما تفعله هو أمر جنوني متخلف متعنتر غبي أحمق. ما معنى أنك تتقدم بطلب لعقوبة المغرب بإقصائها من المشاركة في كأس إفريقيا للسيدات؟ ما معنى ذلك؟ أن تتقدم بطلب لإقصاء المغرب العظيم من المشاركة في كأس إفريقيا للسيدات، وبيقدم الطلب باسم بلده. ده شوف البجاحة، ده شوف البجاحة والعبط والعنترية موصلة لفين. بيتقدم بالطلب باسم بلده، بيقول لك في الطلب إنه بسبب عدم احترام المغرب لمطالب الكاف واتفاقاته معه بالعقود والأدلة، إن المغرب ما احترمش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فلذلك بنطالب بإقصائه من البطولة، ما يلعبش معانا، مش عايزينه معانا، كخة وحش. أصله بيعض. باتريس موتسيبي بيتعنتر على المغرب ويفكر نفسه بهذه الطريقة قادر على إرضاخ المغرب وتراجعه عن اعتذاره لقرار عدم تنظيم كأس أفريقيا للسيدات. كده سواء عجبك أو مش عجبك، موافق أو رافض، المغرب اتخذ القرار بالاعتذار رسمي. وبعدين المغرب كدولة هي اعتذرت عن التنظيم، ليس المنتخب المغربي للسيدات الذي اعتذر عن التنظيم. بس انت ما تقدرش تتكلم عشان عارف ان انت مورط ومدان إدانة كاملة كلية في الواقعة وبالفعل وبالصوت وبالصورة. مدان إدانة كلية، مدان إدانة كلية، وللأسف ملكش مخرج فيها. دي مش هتهرب، مش هتخرج، مش هتعرف تعدي، مش هتعرف تعدي يا متسبي، مش هتعرف تعدي يا متسبي، مش هتعرف تتخطى قيمتك اللي قد كده وقيمة فسادك اللي قد كده. وانت فاهم كويس وعارف كويس أنا قصدي إيه. فشل متسبي في وجود بديل للمغرب لتنظيم كأس إفريقيا للسيدات جعله في حالة فضيحة متكاملة الأركان. فشل متسبي في وجود بديل للمغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2027 جعله في فضيحة متكاملة الأركان أمام الفيفا. فضيحة متكاملة الأركان، فضيحة ترفع لها الأبدان زي ما بيقال كده ويلقب. فضيحة محزنة مؤلمة صادمة. هزيدك من الشعر بيت، هزيدك بالشعر بيت. النهاردة
حصل مشكلة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالمغرب، بس ما تنساش بالله عليك موضوع اللايك والاشتراك في القناة. حصل مشكلة، حصل حريق بناء على والله العظيم الموضوع يعني مضحك ومحزن، هم يبكي وهم يضحك فعلا. حريق نشب عن طريق تسريب غازي في إحدى مطابخ الكاف. الكاف في الرباط واخدة مقر ما يحلموش ياخدوه في مقر الكاف الأساسي نفسه في جنوب إفريقيا. الكاف واخدة مقر بالرباط، هم ما يفكروش يحلموا ياخدوا نفس هذا الموقع في بلدهم الأساسية. كده المغرب مقصر؟ لا. الساحة النباتية المتواجدة أمام مقر الكاف تكفي لإنشاء بلدة. يعني أعطيك حقك تالت ومتلت وكامل ومتكامل، لأن المغرب ما شاء الله بلد كبير يسع من الحبايب والأماكن مليون مكان وحبيب ما شاء الله عليهم يعني، فواخد حقه تالت ومتلت. نتفاجأ تسريب غازي وارد حدوثه في أي حاجة في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي مكان في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي إدارة في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي عقل في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي ظروف في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي بيت في العالم، وارد يحصل تسريب غاز في أي مطعم في العالم، وارد يحصل تسريب غاز. دي أنبوبة غاز قد تسرب فيحدث بناء على هذا التسريب اشتعال إن لم يتم إغلاق الأنبوب. حصل اشتعال، على ما تم إغلاق الأنبوب كان التهمت جزء بسيط من المطبخ. أنا بعترف أهو حصل اشتعال، بس فوز الأقجع ماله بموضوع تسريب أنبوبة غاز؟ ده حادث ممكن يحصل لا قدر الله في بيت فوز الأقجع نفسه. أصل دي حاجة مش مرتب لها أو محضر لها، بس عشان المغرب بلد متقدم ومتحضر ومتفتح على الثقافات الأوروبية، عنده قوة الحماية والدفاع المدني فائق السرعة. يعني قبل ما تسريب الغاز يؤذي البشر كانت الحريق تم إطفاؤه، كان الحريق تم إطفاؤه. نتفاجأ أن ساوندز أفريكان بتقول لك الأقجع يحرق مقر الكاف بالرباط. طب والأقجع يحرق مقر الكاف بالرباط ليه؟ الأقجع يحرق مقر الكاف بالرباط ليه؟ وإيه مصلحته من ده؟ هو أنت متخيل إن لو الأستاذ فوزي الأقجع مش عايز حضرتك تتواجد في الاتحاد الإفريقي بالمغرب هيغلب يقول لك لو سمحت ما تخشش بلدي تاني بدل ما يحرق المقر؟ بلاش بقى عقول السفهاء دي يا جماعة بالله عليكم، كفاية سفاهة واستخفاف بالعقول وحماقة، لأن الحماقة بلغت أشدتها وذروتها باللي احنا بقينا بنشوفه وبنسمعه ده. حريق بسيط تم السيطرة عليه. ليه بتتكلموا إن المغرب هو المتسبب في هذا الحريق؟ حريق وارد حدوثه في أي مكان في العالم، في أقوى وأفضل دول العالم وفي أصغر البيوت في العالم بيحصل حريق، بتقدر تسيطر عليه الحمد لله، بتخمد النيران. إن لم تستطع بيحصل مشكلة. الناس هناك متقدمة فقدرت تسيطر على الحريق، أنت طالع تدعي عليهم بالكذب ليه؟ بفكروا كويس قبل ما تتكلموا. أن المغرب لا يمكن أن يؤذى بني آدم بالذنب بني آدم فيها، لا 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 لا، عمرهم ما هيولعوا في المقر والناس جوه المقر بسبب الظلم. هو اتظلم واضطهد وتعامل بكل عنف وحقد من الدول كلها، ولكن عمره ما هيموت بني آدم عشان متربين على خلق دين بجد. فكل الكلام والتخاريف والأوانطة اللي بتتقال من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإلى عكسه وخلافه وكاله وماله وحاله وباله، كل ده ليس له أي أساس من الصحة.
حريق بسيط تم السيطرة عليه، مشكورين رجال الحماية المدنية في المغرب أنهم استطاعوا السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن. هو ده اللي المفروض يتقال. مش هطول عليك يا صديقي العزيز أكتر من كده، دي كل التفاصيل والأخبار المتواجدة معنا في الوقت الحالي. اوعى تنسى جميل لايكك، اشتراكك، وذكرك للرسول. لو عايز في حب وتنول فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد واعظم واشرف خلقك المرسلين سيدنا محمد، حبيبنا ورسولنا شفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز انا تشرفت بالجميع، كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.